السلام عليكم متتبعين قناة لمسات ذكاء. كنتمنى تكونوا لاباس عليكم وبصحة جيدة ان شاء الله. اليوم مع فيديو جديد غادي نحضر فيه معكم وصفة ديال الرز بالكروفيت والكالامار. بالنسبة للمقادير اللي غادي نحتاجو في هذه الوصفة، غادي نحتاجو شوية تاع الكالامار، وغادي نحتاجو شوية ديال الكروفيت، وعندنا هنايا بصله مشلضه، وغادي نحتاجو واحد جوج الفصوص ديال الثوم محكوكين، وعندنا تقريبا واحد نص كيلو ديال الرز، سواء الكلاصي هذا اللي انا استعملت اولا البسمتي اللي كان متوفر عندكم. غادي ناخذ دابا واحد المقله، غادي ندير فيها واحد جوج معالق كبار ديال الزبده، اي نوع كان متوفر عندكم. وغادي نضيف ليها واحد شويه تاع البزار وشويه تاع الملحه. صافي غادي نردوهم في البوطه باش كتذوب لينا الزبده، ومن بعد كنضيف عليها البصله المشلضه باش كطيح لينا هكا، كنسوطيوها شويه باش كتهبط لينا. صافي هنايا خديت كاسرول درت فيها الماء، غادي نضيف عليها شويه تاع البزار وشويه تاع الملحه، غادي نردوها حتى هي في البوطه باش تغلى لينا. وهنايا خديت الرز تقريبا غسلت واحد جوج المرات باش كنقصو ديك النشا اللي كتكون فيه. هنا بعد ما طاحت لينا البصله شويه ضفنا ليها جوج فصوص ديال الثوم، ومن بعد غادي نضيفو عليها الكروفيت، وغادي نضيفو الكالامار. بالنسبه للطياب تاع الكروفيت والكالامار كيف كتعرفوا ما كيبغيش سيرتو الكالامار ما كيبغيش يطيب بزاف، حيت الا فات الطياب كيقساح، يعني كل شويه خصك تبقاي تقلبيه وتشوفيه واش هو هذاك. المهم الاحسن ما طيبيهش بزاف. صافي هنا بعد ما تشحروا لنا المكونات ضفت عليهم واحد شويه تاع القزبور معدنوس مقطعين. وبالنسبه للكريمه ديال الطبخ انا استعملت هذه ديال غاستروميكس. ممكن نتوما تستعملوا اي كريمه كتعجبكم تضيفوها للخليط. صافي وكنخليوها تقريبا واحد 5 دقائق حتى 7 دقائق بحال هكا، غير طيب لينا الكريمه ديال الطبخ. صافي هنايا كيف كتشوفوا بعد ما طابت لينا غادي ندوز الكاسرول اللي درت فيها الماء حتى هو غلى لينا، غنضيفوا عليه دابا الرز باش نسلقوه. هنايا بعد ما تسلق لينا الرز غادي نضيف ليه واحد المعلقه ديال الزبده. المهم كتبقى اختياريه، انا كيعجبني نضيفها ليه حيتاش كتزيد واحد البنه. صافي هنايا غادي ناخذ واحد الشبيكه باش غادي نصفي فيها الرز. المهم واخا هو راه مابقاش فيه الماء بزاف، غير لو بقات لينا هكا شي حاجه غادي تصفى لينا.
ودابا غادي ندوزو للمرحلة ديال التقديم. خديت هاد السلافة هادي باش غادي نديرو فيها الروز. المهم بالنسبة للعبار كيبقى على كل واحد إلا بغيتي ديري سلافة كبر من هادي أولا صغر منها. وبالنسبة حتى للحشوة ممكن تقدري تبدلي، إلا ما كنتيش بغيتي ديريها بالحوت ممكن ديريها بالدجاج أولا داند أولا أي حاجة كانت متوفرة عندك. صافي دابا غادي ناخدو الطبسيل ديال التقديم، غادي نقلبو فيه السلافة باش كتعطينا الشكل ديالها. وهنايا خليت واحد هادو لي كروفيت بالقشره ديالهم باش هكا الا بغيت نزوق بهم. المهم قبل ما ديروا تقشروا هذا الكروفيت تنقيوه خليوهم على حساب التزيين. صافي كنضيفوا في الجناب هذيك الحشوه اللي درنا تاع الكريمه مع الحوت. وهنايا ضفت لهم واحد هكا وريقات نتاع القزبر. المهم التزيين راه كيبقى على حساب ذوق اي وحده، تقدر تزين كيف ما بغات الطبق ديالها. ايوا كان هذا هو الشكل النهائي نتاع الوصفه ديال اليوم، كنتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم اي جديد، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفه جديده.